رد فعل وتعليق رضا عبد العال بعد مباراة الأهلي والترجي التونسي، ويشتم مدرب الزمالك. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. بعد مباراة الأهلي والترجي التونسي وتأهل الأهلي على حساب الترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانتظار أحد المتأهل من صن داونز الجنوب إفريقي أو الوداد المغربي، فقد صرح الكابتن رضا عبد العال وقال: الأهلي بيقدم عظمة في بطولة أفريقيا، اللي حابب يتعلم ازاي يلعب كورة أو المدربين يتعلموا ازاي يدربوا يتفرجوا على الأهلي ومارسيل كولر، وخصوصا بقى مدرب الزمالك اللي جاي ياكل عيش وبيخترع في التشكيل. والله يا جماعة الأهلي عامل ماتشات جامدة من بعد هزيمة صن داونز. ولو تفتكروا قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني أنا قلت إيه؟ قلت الأهلي هيوصل نهائي أفريقيا وهياخد البطولة، وتوقعت النهائي ما بين الأهلي وصن داونز، وإن شاء الله ده اللي هيحصل، والأهلي يفوز على صن داونز، عشان ده هيبقى أقوى رد على هزيمة الأهلي من صن داونز ب5. والأهلي مش بيسيب حقه، الأهلي دايما بياخد حقه أول بأول. وببعت تحية لمارسيل كولر لأنه مدرب عظيم وكبير قوي، ومن أحسن المدربين اللي دربوا في مصر، مدرب عنده فكر وتتمتع من خططه وتكتيكاته مع الأهلي. وببارك لكل الأهلاوية على صعود الأهلي للنهائي، وإن شاء الله إن شاء الله البطولة من نصيب الأهلي. هو ده كان رد فعل وتعليق الكابتن رضا عبد العال بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك القناة ليصلك منا كل جديد.